هو الحرمان وحش فعلا، يعني الحرمان ممكن يخلي البني ادم يتهيأله حاجات كده او يتجنن يعني. اسمع الفيديو ده يا صاحبي وانت تفهم. عايزين نتكلم على موضوع مهم جدا جدا جدا. سيبك بقى من اللجان، وسيبك من الكلام الخايب ده. ما تخليش حد يشتتك، ما حدش كده يعرف يشتتنا، وخلينا ما نبصش غير في ورقتنا. احنا عندنا ايه؟ والله يا جماعه احنا عندنا ماتش مهم جدا، ورحلتنا اللي في الاجيال اللي جايه هتتحاكى عنها. والله بجد اللي بيعملوا نادي الزمالك ده يتحكى عنه. رحله البحث عن الفوز التاسع على التوالي ضد انبي يوم الاربع اللي جاي، ونكمل رحله كفاح، رحله صعود، انجاز مهم جدا 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 في الدوري. طبعا البنت الصفرا ديت ما فيش وراها حاجه غير سيره النادي الاهلي والكيد في النادي الاهلي. بتقول اللي بيعملوا نادي الزمالك هتتحاكى عليه الاجيال. احنا هنستاذن استاذ شيبوب يسيب اخوه عنتر ويجيب الربابه بتاعته، وهنلف بيه بس في الاجيال نحكي الزمالك عمل ايه. هنحكي للاجيال ان الزمالك عمل ايه، فاز 8 مباريات ورا بعض في الدوري. طيب حضرتك لو كنت اخدتي 12 دوري ابطال افريقيا، ولو حضرتك ناديكي اخد 45 دوري، كنت عملتي ايه؟ كنت ولعت في الكوكب، حرفيا كنت ولعت في الكوكب. ناديكي اخد 5 القاب دوري ابطال افريقيا بالعافيه. ناديكي اخد 14 دوري بالعافيه. ناديكي عليه 12 قضيه وافقين وال13 جايه في السكه. ناديكي مديون طوب الارض. ناديكي عليه فلوس بحوالي يعني تعدي ال 250 مليون جنيه، دي مديونيه. ناديكي لعبته باكملها من مستحقاته. يا ريت قناه الزمالك تهدى شويه وتهدي الرداحه دي شويه، والبت التانيه يعني كفايه. احنا تعبنا من اللي هو انتوا بتضحكوا على جمهوركم على فكره. يعني جمهور الاهلي واثق في ناديه، وده تاريخ، يعني ده تاريخ. انت بتتكلمي في 8 مباريات فازهم الزمالك ورا بعض، لا حول ولا قوه الا بالله. هو الحرمان وحش بس يأثر للدرجه دي؟ انت فعلا بتضربي ايه يعني؟ مش كده. يا ريت حد يعقل البت ديت، لان يعني زودتها زياده عن اللزوم، الموضوع زاد عن حده. انا حرفيا لما بشوفها لا في حاجه، البت دي مش مظبوطه. فيعني انت طلعتي قلعه من ابوكي، الله يرحمه. اهدي على نفسك شويه بس، والكيد اللي جواكي والغل اللي جواكي من النادي الاهلي اهدي شويه، وما تطلعيش كل شويه تلقحي على النادي الاهلي، عشان النادي الاهلي وراه رجاله مش نسوان تعرف ترد.